بنحتفل بالافتتاح الرسمي لايكيا، وده مش مجرد اول ستور او اول محل لايكيا في مصر، ولكن هو اول محل لايكيا في افريقيا. النهارده احنا بنحتفل مع بعض باول لقاء صحفي، لان دي علامه تجاريه بقالها اكتر من 70 سنه، والنهارده بيتفتح ليها اول محل ليها في مصر. دلوقتي هسيبكم مع كلمه صغيره من الاستاذ علي ابراهيم مدير المحل، هيكلمكم اكتر على ايكيا وازاي بتقدم ليكم حلول ذكيه لفرش البيت لكل ركن في البيت، كل ده تحت سقف البيت، تحت سقف واحد، تحت سقف المكان اللي احنا موجودين فيه النهارده. عاوز اقول اننا بنعتبر افتتاح اول ايكيا في مصر وسام على صدر جميع العاملين، لان احنا عارفين ومؤمنين بقيمه مصر ومكانتها في عراقه الماضي وقوه الحاضر وباذن الله في المستقبل القريب. خلوني اعرف حضراتكم على واحده من اكبر العلامات التجاريه الرائده على مستوى العالم في مجال تاسيس المنازل وفرشها. علامه تجاريه اسمها ايكيا. علامه هدفها جعل الحياه اليوميه للناس افضل. علامه من اهم مميزاتها انها بتقدم حلول بسيطه لكل الناس، حلول ذكيه مبتكره لجميع مشاكل الفرش. العلامه دي يا جماعه بدات في السويد من اكثر من 70 سنه برؤيه واضحه اعتمدت في الاساس على مفهوم البساطه. البساطه هي اللي خلت اسم ايكيا واحد من اكبر العلامات التجاريه في مجال الاساس وفرش المنازل في العالم، وهي نفسها اللي خلتنا النهارده نحتفل بالمحل رقم 345 على مستوى ايكيا وعلى مستوى العالم، وبكده تكون مصر هي الدوله رقم 42 اللي بتفتتح فيها ايكيا. ولان مصر دوله استراتيجيه ومهمه جدا سواء من حيث الموقع الجغرافي او القوه الشرائيه وحتى كمان من ناحيه طبيعه الانسان المصري اللي بتتسم بالبساطه، اللي بتتماشى مع ثقافه ومبادئ عمل ايكيا. اختارتها شركه الفوتين وكيل ايكيا في الامارات وعمان وقطر ودلوقتي في مصر علشان تكون اول دوله تفتتح فيها ايكيا واكبر محلاتها في قاره افريقيا. احنا عارفين ان المصري بيهتم جدا براحه عينه، وده اللي كلنا لمسناه خلال فتره الافتتاح التجريبي اللي حصل في نوفمبر الماضي. علشان كده كنا حريصين جدا اننا نوفر لعملائنا كل ما يحتاجوه من منتجات لفرش البيت، وهي اكثر من 7500 منتج تحت سقف واحد. حجم المبيعات اللي احنا متوقعينه السنه دي هو انا ما عنديش مشكله ان انا تمام، بس هي الفكره ان انت لما بتخش سوق جديد وتبتدي حركه المبيعات نفسها تمام، ساعات يبقى في ديفرنس زياده او نقص تمام. ففي الاخر احنا خلال المرحله الاولانيه اللي هي الاربع شهور دول احنا لسه بنجرب فيهم الفرق تمام. طموحاتنا ان احنا نعمل اكتر ما في وسعنا تمام، بس يمكن المرحله الجايه هتبين اكتر احنا قد ايه قريبين من ان احنا نحقق التارجت بتاعنا. حضرتك قلت ما عنديش مشكله، ارجوك قول تمام. احنا متوقعين مبيعات السنه دي ان شاء الله في حدود يعني في حدود من 500 ل 700 مليون جنيه مصري. Inspired us to visit the store, of course, and to there see all the beautifully decorated house. Every visit was and still is a nice family outing. We looked at the shop, the beautiful sofas, the tables, the chairs, and all the other many things. And we very often had lunch or dinner at the restaurant. Each one of these visits was something to look forward to. Very often we left the store with a car filled with big things or small things, either furniture to go home and assemble, or sometimes just some cushions, candles or napkins. اللي موجود فوق ده عبارة عن شوروم، ده موجود فيه أساس، ممكن فيه بعض الحاجات
ممكن تقدر تاخدها على طول، يعني تعمل لها بيكنج على طول وتاخدها على طول معاك. وفي حاجات عباره عن ديسبلاي او روم سيتس تديك الانسبيريشن، وهي موجود عليها الاسعار وموجود مكانها فين، موجود في المخزن تحت. يعني انت هنا بيبقى في حاجه عندنا اسمها شوبينج ليست، قلم تكتب فيها كل اللي انت عايزه، تنزل تحت في المخزن عندنا تختار اللي انت عايزه في المخزن وبعد كده تاخد عليها. يعني هنا ما ينفعش تاخد ديت، انا عايز ديت بعدين بكره اعملها اكتبها لك واديها لك على البيت، لا مش كده خالص. فتختار الحاجه دي بتديك انسبيريشن، وبعد كده بتنزل تحت تاخد كل اللي انت عايزه وتطلع بيها على طول. تمام. الفلور هنا متقسم فوق شو روم وتحت حاجه اسمها ماركت هول، اللي هي الحاجات الصغيره. هنلاقي زي الحاجات ديت هناك في الماركت هول. وبعد كده بتخش على السيلف سيرف اللي هو عباره عن مخزن في كل البوكسات بتاعنا في فلات باك، على اساس تقدر تاخدها على طول على البيت. مش لازم تجيب عربيه كبيره، لا، لو عايز حاجات صغيره فلات باكس تاخدها على طول على البيت. برضه في حته واحده، يعني هنا موجود في الليفنج روم. بعد كده هتخش على اريا زي البيت ما متقسم عندك في البيت، هو برضه هنا بالطريقه دي متقسمه. لو بصينا ورانا هنا دي عباره عن بيت من 55 متر.